تعال احكي لك حكاية السيتوميجالو فيروس بالتفصيل. اختصاره CMV. ليه اسم تاني وهو الهيومن هيربس فيروس واختصاره HHV5. ده واحد من عيلة الهيربس فيروس، وهو عبارة عن دبل ستراند DNA فيروس، بيسمى بالفيروس المضخم للخلايا. الفيروس ده بيكون منتشر جدا ولكنه في وضع سكون. أول ما بيحصل عندي نقص في المناعة كده أنا وفرت للفيروس المناخ المناسب اللي بيحب يشتغل فيه، وبالتالي هيقوم بدوره ويدمر كل شيء ليا. حلو الكلام؟ طيب، عشان كده فيروس السيتوميجالو مرتبط ارتباط وثيق بمرضى ال HIV الإيدز، والنساء البريجننت الحوامل، ومرضى زراعة الأعضاء. هيسبب ليهم نمونيا التهاب رئوي، وهيباتيتس، وبلايندنس عمى، نتيجة لأنه بيسبب التهاب في شبكية العين. لو الواحدة الحامل البريجننت حصل لها إصابة بفيروس السيتوميجالو، الجنين ممكن يحصل له تخلف عقلي، وكمان ممكن يحصل له سمول هيد، راسه تبقى أصغر من الطبيعي. الفيروس ده بيكون اسيمتوماتيك، ملوش أعراض ظاهرية، ولكن المريض هيشتكي من شوية أعراض بشكل عام. أول عرض عندي وهو انكافلايتس، التهاب في الدماغ، فيفر، سخونية، جوندس صفرة، تايردنس تعب، انفلاميشن في الاي والليفر واللنج والسبرين، وكمان هيحصل له ثرومبوسيتوبينيا. في مرضى زراعة الأعضاء لو حصلت الإصابة بالفيروس ده هتسبب ليهم بنسبة كبيرة وفاة death. كمان امتى بعمل السيتوميجالو فيروس؟ قالك بعمله في حالات البريجنانت، الستات الحوامل، البون مارو ترانسبلانتيشن، زرع النخاع، مرضى الايدز الاتش اي في. هقول لك معلومة مهمة جدا: طول ما مناعة الشخص كويسة الفيروس ده مش هيسبب لي اي مشاكل خالص. في حالة إصابة النيو بورن، الأطفال اللي لسه مولودة بالفيروس ده هيسبب ليهم جوندس صفرة وأنيميا، وإنلارجت في السبلين والليفر، هيزود حجمهم وهيعمل لهم سمول هيد، هيصغر دماغهم. طيب، اللاب ستادي أو التشخيص المعملي، عندي أكتر من اتجاه للتشخيص. تعال نشوف العينة المستخدمة. الفيروس ده بيتميز إن بيكون موجود في كل سوائل الجسم، وبالتالي أصبح عندي فيريشن في العينات، فهيكون عندي بلاد أو يورين أو سبيوتم أو CSF أو تيشو، عينة من النسيج. بعد ما عرفت أنواع العينات المختلفة، تعال نشوف هنعمل تحاليل إيه. أول حاجة سيرولوجي، وهنا هعمل CMV IgG و CMV IgM. جميل. تحليل السيتوميجالو IgM ده بشوفه في حالة الإصابة الحديثة، وبتنخفض نسبته بعد عدة أشهر من الإصابة، لدرجة إن أنا في المعمل ما بقدرش أحدد القيمة، ما بعرفش أقيسها. طب والسيتوميجالو IgG ده بيظهر بعد الإصابة بعدة أسابيع، وبيكون في الأكتيف انفكشن، وبعد كده بيكون موجود معايا طول العمر. ركز معايا في الحتة دي قوي. لو عملت تحليل سيتوميجالو IgG أول مرة طلع بوزيتيف، لازم أعيد التحليل مرة تانية بعد من أسبوعين ل3 أسابيع. لو النتيجة زادت 4 أضعاف، ده معناه إن أنا عندي إصابة نشطة بالسيتوميجالو فيروس. تاني حاجة عندي أو تاني تكنيك ممكن أشتغل بيه وهو البوليميريز تشين رياكشن، PCR، وده بيكون كواليتيتيف أو كوانتيتيف على حسب ما الدكتور يطلب. تالت ميكانيزم عندي أو طريقة ممكن أشتغل بيها وهي السيتوباثولوجي، وده نتيجة لأن الفيروس بيكون موجود في التشو. حلو الكلام؟ طيب، ركز في الحتة دي. في مرضى زراعة الأعضاء هعمل لهم PCR والسيتوباثولوجي. دي كانت حلقة النهاردة في تحليل السيتوميجالو فيروس. أتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وتفعل الجرس. كان معاكم كابتن أناليسيس.